نبينا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله علمنا اليقين بالله وعلمنا التوكل على الله. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام المرسلين، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا في أول الجمعة في هذا العام، تعالوا بنا لنقف مع سيد الأنبياء وحبيب الرحمن حبيبنا المصطفى النبي العدنان، ليجسد لنا الواقع الذي نعيش فيه. يا سادة، إذا تحدثنا عن الثورة وبينا هذه الثورة التي خرج من أجلها كل الشعب إلا القليل، إذا بينا منهجها الذي خرجت من أجله والغاية التي من أجلها رفعت والواقع الذي نعيش فيه الآن، تعالوا بنا لنجسده على هذا الحديث، وفي مضمن هذا الكلام لنقف مع سيد الأنبياء لأننا في أمس الحاجة إليها. تعالوا بنا لنسمع إلى قول سيد حبيب بقلوب واعية، ولنسمع إليه بآذان ساقية وصايا الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى. تعالوا بنا لنسمع قول الحبيب الذي علمه شديد القوة هذه الوصايا الغالية التي رواها الإمام الحاكم في المستدرك، التي قال عنها حديث صحيح السند، ورواه ابن حبان في اللفظ سلاح الحديث ابن زر. هذه الوصايا الغالية تعالوا بنا إليها ولننظر إليها. قال النبي سيدنا أبو درجة إليه وقال: يا رسول الله، أسألك يا رسول الله ماذا في صحف إبراهيم؟ قالت: كانت أمثالا كلها. قال: يا رسول الله مما كان فيها؟ قال: فيها هذه الكلام. ما هو يا رسول الله؟ قال: أيها الملك المبتلى المغلوب، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، وإني لأردها وإن كانت من كافر. إذا وقفنا عند هذا حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ما بين لا ترد، هناك دعوات لا ترد. ما هي يا رسول الله؟ قال: دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة الوالد لولده، وعلى العاقل ما لم يكن مقلوبا على امره ان تكون له ساعات. ما هي يا رسول الله؟ ليلخص لنا هذه الحياه والواقع الذي نعيش فيه. قال: ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يتفكر فيها في مخلوقات الله، وساعة يقضي فيها حاجته. هذه حياة الإنسان المسلم المؤمن في هذه الحياة، ولكن الذي نسمعه بآذاننا
لا يرد للإسلام بشيء. يا سادة، وعلى العاقل أن يكون له ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في مخلوقات الله، وساعة يقضي فيها هذه الحاجات. ماذا كان فيها يا رسول الله؟ سيدنا أبو ذر يسأل سيدنا النبي: إذا كانت هذه صحف إبراهيم فماذا كانت في صحف موسى يا رسول الله؟ قال: كانت عبرة كلها. ومما كان فيها: قال: عجبت لمن أيقن أن الموت حق وهو يضحك ويظلم هذا. وعجبت من رأى الدنيا وتقلبها بأهلها وهو يطمئن لها. وعجبت لمن أيقن أن يا سادة والله لو تأملنا الأول والثاني للخص لنا الواقع الذي نعيش فيه. صحف سيدنا موسى عبرة كلها يا رسول الله؟ قال: نعم. من كان فيها؟ قال: عجبت لمن أيقن أن الموت حق وهو يظلم ويضحك على هذه الأمة. وعجبت من رأى أن الدنيا وتقلبها بأهلها من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله. قال: زدني يا رسول الله. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض ونور لك في السماء. قلت: يا رسول الله زدني. قال: وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب نور الوجه. قلت: زدني يا رسول الله. قال: عليك بالجهاد. يا سادة، الجهاد يجب فيها أن نحاسب فيها أنفسنا قبل أن نحاسب الآخرين. في المكان الذي أنا فيه قال: زدني يا رسول الله. قال: حب المساكين. أيها الأحبة الكرام، إذا أردت أن تعرف حقيقة هذه الحياة انظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك. قال: يا رسول الله زدني. قال: قل الحق ولو كان مرا. إذا قلت الحق فالكل يفسر حسب هواه. يا سادة، الحق واضح. كيف يكون الحق واضح؟ وكيف يكون الباطل واضح؟ وكيف يكون الخير واضح؟ قال: عندما يطمئن الحق له النفس وتحب أن يطلع عليه الناس، هذا كل خير. وما هو الباطل والشر؟ كان محاك بالصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. الذي يظلم أن يستطيع على كافة الملأ أن ينظر وهو يظلم أو يضرب أو يدعي؟ لا. وإذا سألته هل يعترف وإن كانت الأدلة ظالمة؟ لا. ولكن أصحاب الخير والحق فيقول لك: نعم. لذلك الحق وحق واضح والكل يسأل عن ضمير. يا سادة، الأمة محتاجة إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تطبيقها على الواقع. ولكننا إذا نحن تغيرنا فكيف الله يغير بحالنا؟
إذا كذبنا فماذا يسلط الله علينا؟ إذا ظلمنا فماذا يفعل الله بنا؟ إذا غشينا ماذا يدور الله بهذه الأمة؟ إذا أردنا يا سادة أن نكون مثل الغيث فهذا القرآن يبين حالهم في الدنيا قبل الآخرة، ولكن هذه الأمة لا يغير الله بغير حتى يغير ما بأنفسهم. اسأل عن الدار التي تسكن فيها الأبناء والزوجة، عن الحقوق والواجبات، ضيعناها لذلك كان هذه النتيجة. غشينا حتى أصبحنا نغش حتى كان هذا هو الواقع. حب الذات وكراهية الغير. ولكننا تعالوا بنا لنتأمل الإسلام الذي جمع بين صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وحمزة القرشي، فأين الواقع الذي نعيش فيه الآن؟ إذا جسدناه هذا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو الدين، هو الواقع، هو الملعب، فعندها نصر وعندها تكون كلمتنا العليا. ولكننا إذا اختلفنا ورجعنا إلى آرائنا وأفكارنا وأحزابنا لا نظرنا فيها إلى المصلحة العامة التي تجمع هذه الأمة، ولكننا نسأل تماما النقي ونعلم علم اليقين وحق اليقين أننا نقف أمام الله ونسأل عن كل كبيرة وسفيرة مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فنسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يعلي بين كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل الدائرة عليه. اللهم من أراد أن يكيدنا فكده، ومن أراد أن يقتلنا فاقتل يا رب العالمين. اللهم تقبل الشهداء واشف الجرحى وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. يغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إني أحمدك وأؤمن لك الحمد يا جليل الله ويا عظيم الكرم، وأشكرك شكر عبد معترف بنفسه بطاعتك يا ذا الإحسان والنعم. وأسألك اللهم بحمدك القديم أن تصلي وتسلم على نبيك الكريم وآله ذوي القلب السليم، وأن تعلي لنا في وضعك الهمم، وأن تغفر لنا جميعا اقترفناه من الذنب واللمم. آمين آمين يا رب العالمين. الأحبة الكرام، في هذه الجمعة المباركة في أول هذا العام احذرنا فيها أن نقف مع هذه الوصايا الغالية والتي بدأنا بها من النفس، أن نحاسب فيها نفسي أنا وأنت وغيرنا، لترتفع هذه الوصايا إلى الأعلى. ولكننا أخذنا منها نموذجا مما كان في صحف إبراهيم عندما سأل سيدنا الرسول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيها: أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لمبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم
وإني لا أردها وإن كانت إن كانت ضيع هذا الدين قد تكون هذه المصيبة. ضيع الشعب الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه دل النفس لغير الله. فكانت هذه المصيبة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا قد الولاية. سيدنا أبو ذر قال سيدنا النبي سيدنا ذر يا أبا ذر إن الولاية أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها. حقها يا سادة نموذج سيدنا عمر خليفة الثاني قال والله لأعجل بقرة في العراق خشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة يا عمر لما تفتح لها الطريق؟ قال هذا حديث. ناخذ عنها نموذج سيدنا عمر الذي يدخل المدينة ليتفقد فيه الرياح في البرد القارس ويقول لزوجته وينظر كما بالخيمة فتقول أطفال المياه، ولكننا نحن الآن أطفال المياه على الدماء قشطة وأرواح تذهب، ولكننا كلنا نقف أمام الله لا محالة، كلنا نقف أمام الله فينظر يمينه فلا يرى إلا ما قدم وشماله فلا يرى إلا ما قدم، تكشف كل الطريق وتسأل. لا يسألنا لماذا هزمت الأمة ولماذا انتصرت، لا، يسألك المكان الذي أنت فيه، الموضع الذي أنت فيه. قبل المسؤولية لا ننظر إلى المسؤولية سوف تنظرون، لا والله كلنا مسؤولون. وهذه الدنيا يا سادة لا تضرنا، والنعمة التي فيها لا تضرنا تزال. نقف نعم، نسأل نعم، ولكننا هل أعددنا لهذا السؤال وراجعنا هذه النفس الأعوام التي مضت؟ وعندما قال له يا أبا ذر للمؤمن ساعة
هل العمل الذي أنت فيه يرضي الله ورسوله؟ الفعل الذي قدمت عليه هل يرضي الله ورسوله؟ أم أنه يكون يوم القيامة عليك حسرة وندامة يا سادة؟ ونسأل الله أن يرفع هذه الذنوب البلاء والغلاء والمحن ما ظهر منها وبطن. اللهم تقبل الشهداء واشف الجرحى وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من صلى معنا في هذا المسجد واتقل إلى الدار العامرة اللهم ارحمه واغفر له برحمتك يا أرحم الراحمين. أخونا وحبيبنا عبد الرسول الدر اللهم ارحمه واغفر له يا رب العالمين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله يا رب العالمين. اللهم الحق بالنبيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الاحبه الكرام، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.